السلام عليكم بنات، كدرتو لبس عليكم صحيحه اموركم بخير. هذا النهار جيتكم بوصفه ديال تشورو او خرينغو، وصفه اللي هي اسبانيه، يعني معروفه كتجي شي حاجه اللي هي زوينه البنات. شوفوا كي كيجي خاوي من الداخل، فيه المذاق، شي حاجه اللي هي روعه البنات. المهم ما نطولش عليكم، ندوز معكم نيشان الطريقه ديال التحضير ديال الخرينغو ديالنا. عندي كاسرونه فيها الماء، وعندي فيها الملحه، 25 غرام ديال الزبده، عندي 2 كيسان، عندي 3 معالق سنيده، جوج كيسان ديال الماء، كيسان العنبه، ندير كيس فاني وغنشعل عليهم البوطه البنات حتى يبداو يغليو مزيان. عندي 200 غرام ديال الطحين. غندوز ندير كيس ديال الفاني، ونحرك كلشي. انايا عندي قلت لكم الزبده، الفاني، الملحه، سنيده والماء. غنخليهم حتى يلحقوا لدرجه ديال الغليان، حتى كيغلاو لي مزيان البنات، عاد باش ندوز نكمل تحضيرات ديال الطحين وديال البيض. المهم هانتوما معايا في الفيديو وتشوفوا الوصفه كامله. عندي هنا 2 بيضات البنات، وهما اللي غادي ندير من بعد ما ندير الطحين. المهم انتم خليكم معايا في الفيديو باش تشوفوا الفيديو، راه شرح راسو بلا ما نحتاج نبقى نقول لكم انايا. وبالنسبه للمقادير غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. هنا الماء يلاه بدا كيسخن شي شويه، مازال ما بداش كيغلي، كنوريكم مرحله بمرحله. يعني صدقوني الا جربتوها في كاسكروط او في الفطور لوليداتكم كيجي شي حاجه اللي هي زوينه بلا ما تشريوه من الزنقه. وبالنسبه للوصفات ديالي كنتمنى البنات اللي جربوهم يخليوهم لي في التعاليق. دابا حاليا بدا الماء كيغلي، في هذه المرحله دابا غادي ندوز باش ندير الدقيق ديالي. غنكبو في دفعه واحده البنات، عاد نبقى كنحرك. يعني ما تخافوش من هذه المرحله البنات، يعني خليو البوطه مشعوله وغتخدموا في البوطه حتى ما كيبقاش فيه الماء بصفه نهائيه. داك الطحين كيتشرب الزبده، كيتشرب الزبده، الطحين، كلشي ما كتبقاش فيه حتى شي حاجه اللي هانتوما مزيان خصو يتخدم في البوطه البنات. البنات ما ديروش البيض فيه هو يكون سخون، خص حتى تبرد لكم الوصفه ديالكم مزيان، تنزلوه من البوطه وتخليوه حتى يبرد، عاد تزيدوا بيضه، يعني ما ديروش هاد المرحله كلها. انا راه مازال فوق البوطه، مازال البوطه شاعله عليه، يعني ما مجهداش البوطه كما كان، نقصتها. دابا من بعد ما كيبرد غندوز ندير بيضه. البنات الواحد الا شفتو درتو بيضه وبقات العجينه كتفرق لكم بحال هكذا، نتوما كتشوف كترجع كلها كتكبد، يعني ما تخافوش منها البنات، يعني خصكم غير تخدموا مزيان. ومن بعد عاد تزيدوا البيضه الثانيه، حتى كتدخل لكم البيضه الاولى في العجينه ديالكم كامله.
البنات كنأكد عليكم ما تكونش العجينه سخونه، تنزلوها من البوطه ديروا فيها البيض، لا حتى تبرد. هاد المرحله كتبغي شويه الخدمه وشويه الصبر. صراحه انا سخفتني ولكن اي حاجه زوينه كتبغي شويه الخدمه. دابا هادي يلاه البيضه الاولى اللي درت، باقي عاد نزيد ندخل البيضه الثانيه. بعد ما زدت البيضه الثانيه البنات ثاني عاود وليت تفرك لي تقطع لي العجينه كما الاول. لكم ما تخافوش منها، يعني راه ضروري هاد المرحله كديرها لكم العجينه. كنتمنى البنات اللي عجباتو شي وصفه ديالي يخلي لكم في التعاليق باش كينجحوا معكم الوصفات ديالي او لا. وكنحاول نبسط لكم البنات، يعني بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش ميزان، بالنسبه لطريقه الشرح راه كنحاول ما امكن انني نشرح لكم. هانتوما الشاي بدات كتجمع البنات، دابا حاليا بدات كتجمع. هانتوما الشي كي ولات، ولات عجينه وحده ما بقاتش مقطعه كما كانت. فهاد المرحله هذه البنات غادي ندوز نجيب لابوش وغنخوي فيه العجينه باش ندوز نشكلها في اللاطه ديالي. البنات هانتوما كتشوفوا انا بديت كنشكل، غنبقى نصوب هكذا ونحط حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله البنات. نسالي الكميه كلها اللي عندي، عاد ندوز باش نشعل على الزيت. ما يمكنش نشعل على الزيت تبدا تسخن قبل ما نسالي. وتبارك الله هاد الكميه هادي راه كتحط تبارك الله ما شاء الله عليها، كتحط كميه اللي هي زعما معقوله بالنسبه ل4 الناس 5 الناس كاسكروط. ممكن نتوما تشكلوهم طوالين، ممكن ديروهم كيما بغيتو، يعني اللي مهم هو المقادير تحترموا، هذا هو ما كان. يعني بالنسبه للشكل يعني ممكن ديرهم بالشكل اللي عجبكم. راه فاش كتجيو تقليهم كتلقاوهم نشفوا شويه، ما كيبقاوش هكذاك. البنات انا درت التجربه الاولى، حطيتها بالزيت باش نشوف واش سخنت ولا مازال. دابا في هذه المرحله غادي ندوز باش نقلي. كنحط بالزيت وعندي البوطه ما مجهداش البنات، يعني دايرها متوسطه باش ما نحطهمش يتحمروا ويبقاو من الوسط خضرين. كنحطهم في الزيت كتكون مازال متوسطه، ما كتكونش سخونه لديك الدرجه اللي كتحطيها فيه وكتحمر لك في البلاصه. والبوطه منقوصه ما مجهداش. انا قلت لكم الا كانت البوطه مجهده كيما كتحطوهم كيتخطفوا، الوسط الفوق كيتحمر والداخل كيبقى خضر كيجيكم مدقسين. كتبقاو مستمرين هكذا البنات حتى كتساليو الكميه اللي عندكم كامله في القلي.
يعني تزينهم بسنيده، ديروا لهم الشوكولا، يعني داكشي كيبقى اختياري على حسب اي واحد واشنو كيعجبو واشنو كيبغي. هانتوما كتشوفوا البنات كنحرك فيهم انايا، كنحركوا. هذه هي الاولى اللي بديت بها، جربت حطيت بالزيت، غنبقى غير نحرك فيهم هكذا. غنخليهم حتى ياخذوا لون ذهبي. فاش كياخذوا اللون اللي بغيت عاد كنبقى نهزو نقطرهم. انا عندي طبسه راني مفرشه فيه كاغيط ديال الطبخ اللي كيشرب الزيوت. غادي ندوز نحركهم باش يتقلبوا. يعني انا ما كنحاول بانني ما نسرعش الفيديو، نخليكم تشوفوا كل لقطه بالقطه. نتوما كتشوفوا بعد ما تحمروا كيجيو شي حاجه اللي هي رائعه البنات. شفتوا على لون كيشدوا فاش كتكون الزيت ما سخوناش بزاف، كياخذوا اللون واعر البنات. هانتوما كنتمنى تكون الصوره باينه لكم. هما هادو البنات، هذا هو الشكل النهائي اللي حصلت عليه ديال التشورو او خرينكو اللي صوت معكم. كنشكركم كاملين، كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم، على لي لايك ديالكم، على الدعم ديالكم. شكرا لكم بزاف. نتلاقى انا وياكم ان شاء الله الرحمن الرحيم فيديو جديد ووصفه جديده. واللي بغات شي حاجه تخليها لي في التعاليق ونحضرها لكم. السلام عليكم.